ايه هو اغرب سيناريو تأهل حصل في دور ال 16 في مونديال قطر؟ المجموعه الخامسه في مونديال قطر لحد اخر جوله كانت حماسيه جدا. حصل سيناريو غريب جدا في جوله الحسم للمجموعه دي، وان الاربع منتخبات تبادلوا ادوار التأهل لحد ما اتحسمت لليابان واسبانيا. والموضوع ده حصل لما اليابان حاول تاخروا امام اسبانيا من 1-0 ل 2-1، وكانت مباراه المانيا وكوستاريكا اشبه بلعبه الكراسي الموسيقيه واللي خلصت بفوز المانيا 4-2. السيناريو حصل بقى لما المانيا واسبانيا كانوا كسبانين 1-0، كانوا هم المتأهلين. اليابان اتعادلت في الدقيقه 48، بعد كده جابت الثاني في الدقيقه 51 وبقت هي المتأهلة مع اسبانيا. لكن بعد 7 دقائق بالظبط من هدف اليابان، كوستاريكا جابت التعادل مع المانيا في الدقيقة 58، وفي الدقيقة 70 جابت الجون الثاني وبقت كوستاريكا المتأهلة مع منتخب اليابان. لكن المانيا رجعت تتعادل الثاني في الدقيقة 73، وبكده اسبانيا رجعت تاني للتأهل، والمانيا سجلت الهدف الثالث والرابع وحاولت ان هي تتأهل، لكن في الاخر فشلت. طبعا احنا عارفين المانيا فشلت برضه ليه؟ لان هي راحت قطر دماغها مش في الكورة. السؤال بقى، توقعاتكم ايه لاسبانيا واليابان في دور ال 16؟ والمانيا تستحق الخروج ولا لا؟ بس كده، سلام.